بسم الله الرحمن الرحيم. شيخنا، فقط أحب أن أستجيز منكم إن شاء الله في مروياتكم. لا بأس بذلك إن شاء الله. لعلي أجيز الكلام في حديث المسلسل بالأولية. نعم. وحديث المسلسل بالأولية هو أول حديث سمعته من شيخنا حماد بن محمد الأنصاري رحمه الله عام 1413 في المدينة النبوية. وقد سمعت شيخنا يقول: حدثنا السيد قاسم بن عبد الجبار الفرغاني، وهو أول حديث سمعته منه سنة 1367. قال: حدثني الشيخ محمد بن يحيى بن محمد أيوب بن قمر الدين، وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثني أبي، وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثني الشاه عبد القيوم، وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثني الشيخ عبد الحي ابن الشيخ، حدثني الشيخ عبد الحي ابن الشيخ هبة الله الصديق، نسبة إلى الصديق لأنه من ذرية محمد ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثني الشيخ محمد إسحاق الدهلوي، وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثني أبو أمي الشاه عبد العزيز ابن الشاه ولي الله الدهلوي، وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثني أبي ولي الله الدهلوي، وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثني أبو طاهر محمد بن إبراهيم الكردي ابن حسن الكوراني، وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثني أبي، وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثني الإمام صفي الدين أحمد بن محمد القشاشي المدني المتوفى سنة 1071، وهو الحديث سمعته منه. قال: حدثني أبو المواهب أحمد الشناوي المتوفى سنة 1038، وهو الحديث سمعته منه. عن جماعة منهم الشيخ علي بن عبد القدوس، وهو الحديث سمعته منه. قال: حدثني الشيخ أحمد بن حجر المكي، وهو الحديث سمعته منه. قال: حدثنا الزين زكريا الأنصاري، وهو الحديث سمعته منه. قال: حدثنا الحافظ الشهاب أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، وهو الحديث سمعته منه. قال: حدثنا الحافظ زين الدين أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي، وهو الحديث سمعته منه. قال: حدثنا أبو الفتح صدر الدين محمد بن إبراهيم الميدومي، وهو الحديث سمعته منه. قال: حدثنا النجيب أبو الفرج عبد اللطيف بن عبد المنعم الحراني، وهو الحديث سمعته منه. قال: حدثنا أبو الفرج عبد الرحمن بن علي الجوزي، وهو الحديث سمعته منه. قال: حدثنا أبو سعيد إسماعيل بن أبي صالح المؤذن النيسابوري، وهو الحديث سمعته منه. قال: حدثني والدي أبو صالح أحمد بن عبد الملك المؤذن النيسابوري، وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثني أبو طاهر محمد بن محمد ابن نحمش كمسجد الزيادي، وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثنا أبو حامد أحمد بن محمد بن يحيى بن بلال البزال، وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثني عبد الرحمن بن بش بن الحكم العبدي النيسابوري، وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثني سفيان بن عيينة، وهو أول حديث سمعته منه. وإليه ينتهي التسلسل بالأولية عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وهذا الحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وآخرون من طريق ابن عيينة به. وأبو قابوس مولى عبد الله بن عمرو لم يروي عنه غير عمرو بن دينار، وقد صحح له الترمذي هذا الحديث. ودمتم بخير ونفعكم الله جل وعلا بذلك. بارك الله فيكم شيخنا. من لا يشكر الناس لا يشكر الله، ونحن نشكركم شيخنا بارك الله فيكم وأمد في عمركم على طاعته. جزاك الله خيرا، ورفع الله قدرك وعظم ثوابك وجعلك الله جل وعلا مباركا أينما كنت. اللهم آمين. جزاك الله خيرا.